بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك في صدارة الدوري المصري. الصدارة دي بالنسبة لي أنا يعني بعيد بقى عن المكسب وبعيد عن أي حاجة. لكن الصدارة دي فعلا فعلا بالنسبة لأي حد زملكاوي هو ما كانش متوقع أساسا اللي أنت هتبقى في المربع أو مش أو اللي أنت هتنافس للآخر أو هتنافس لحد دلوقتي يعني. طبعا فرحتنا كله بيبقى شايفها لا مبالغة. لكن انت لو عكست الآية وشفت او انت اتحطيت في الظروف اللي انا فيها، هتعرف قد ايه المكسب او الصدارة او لما بكسب مباراة بالنسبة لي بتبقى حاجة كبيرة، لان انت ما اتحطيتش في نفس الموقف بتاعي. هبسطها لك بحاجة كده، يعني مثلا ايه، حاجة تقريبية كده. لما بتاخد بعضك كده مع اصحابك وتنزلوا تقعدوا على القهوة، طبعا هي معروفة، انت كلنا كشباب ننزل نقعد على القهوة، هي كوباية شاي ونتفرج على الماتش وخلاص. هو اساسا الراجل بتاع القهوة هو عارفك انت بتنزل كده كده عارف. فلك انت تخيل بقى انت نزلت في مرة مجمع صحابك نازلين تقعدوا على القهوة، واحد فيكو او خلاص الراجل بتاع القهوجي مثلا او الراجل اللي بيجيب لك الحاجة هو عارف طلبكم من غير ما يجي يسألكم. فجأة لقيت لك واحد طالع كده من النص يقول لك انا عايز ايه؟ انا عايز مانجا. فاهم انت بقى السعادة اللي الناس فيها، اللي هو انت فاهم انت في حاجه كبيره، في حاجه كبيره على الترابيزه نازله. مش مش اللي هو مثلا انت فاهم، اكيد انت فاهمني. أكيد انت فاهم المقصد بتاعي ايه. انا مع الزمالك كده. انا مع الزمالك كده. انا النهارده لعبت وحش مش مهم، المهم ان انا كسبت. النهارده لعبت وحش وبس، المهم ان انا كسبت، المهم ان انا في صداره المجموعه حتى لو مؤقتا. يعني حتى انا دلوقتي في صداره الدوري، حتى لو مؤقت مثلا، بس انا في الصداره. طب انا ليه بقول الكلمتين دول؟ انا بادئ الموسم، انا جاب كميه صفقات مش طبيعيه في البدايه، وكلنا جاي الاسامي اللي جايه محدش عارف مين دول اصلا. يعني فاهم انت في البدايه انت عارف مين ادم كايد؟ لا، انت شايف بس الريلز بتاعه. عداد دباغ، بزيرة العشوائي، اللعيبه اللي جت عمرو ناصر، احمد شريف، احمد ربيع، في لعيبه اساسا انت ما تعرفش مين دول. اه في لعيبه انت كنت متوسم فيها خير زي ما انا كنت في البدايه كده، مثلا متوسم في احمد شريف، في احمد ربيع، في عداد دباغ، في ناس كده انت كنت متوسم فيها خير، ما بانتش بالشكل المطلوب. بس المقصد عندي ايه؟ انت بص انت بتجيب مين، وبص الفرق المنافسه معاك في البطوله بتجيب مين. انت فاهم النقطه فين؟ انت الصفقات بتاعتك او الميركاتو بتاعتك انت بتجيب فيها مين، واللي قدامك او اللي بينافسك معاك في البطوله هو جايب مين. شوف القيمه التسويقيه بتاعتك كام، وشوف باقي الفرق اللي بتنافسك القيمه التسويقيه بتاعتها كام. عشان كده انت لما باجي اقول لك او لما انا دلوقتي متصدر فانا فرحان. فانا فرحان عشان انا متصدر في دوري في كمية الفرق اللي معايا دي ما عندهمش ربع المشاكل اللي عندي، ومع ذلك انا متصدر عليهم. انت بقى فهمت النقطة فين؟ انت كده وصلت لك ان كمية المشاكل اللي عندك من وقف القيد ولاعيبة بتمشي واستقرار، عدم استقرار فني وعدم استقرار اداري وجهاز فني مؤقت وغيره وغيره، اصابات ولاعيبة مش في مستواها او هو ده مستوى احنا مش عارفين، مش عارف برضه. بس برضه اللي هو انت كده كده شايف فرقة مش متكاملة، سكواد مش متكامل، بلعب بناشئين، متصدر. انا عايز إيه تاني؟ مش عايز حاجه تاني خلاص. انا كل اللي همي، انا كان همي في البدايه وكان كل امنياتي في بدايه البطوله او في بدايه الموسم اللي انا اخد البطوله. مع الاحداث اللي شفناها خلال الموسم انا عايز اخد مركز تاني. وبالنسبه لي الموسم ده مهم قوي بالنسبه لي. انا خلاص انا زهقت من الكونفدراليه، عايز العب دوري ابطال. بس هل هلعب دوري ابطال بالشكل ده؟ مش مهم الشكل دلوقتي، كل اللي انا فيه دلوقتي ده انا عايز يتحل باذن الله على اخر الموسم، وابدا موسم جديد على نظافه ان شاء الله يعني. لكن انا الفتره دي والموسم ده بالتحديد انا مش مستني اساسا حاجه من الفرقه، لان انا واحد من الناس انا متوقع ان انا اطلع صفر صفر في كل حاجه السنه الموسم ده. فاللي انا حتى اتصدر حتى لو مؤقتا فدي فرحه بالنسبه لي انا. انت ممكن ما تحسهاش لان انت عندك رفاهيات في كل حاجه، جبت صفقه وفشلت فعادي مع السلامه اجيب غيرك. لعيب عندي اتصاب مش مهم اجيب بديله. عندي بدل الفرقه اتنين، اسكان الاهلي ولا بيراميدز ولا سيراميكا اللي بالظبط كده بالظبط كده احنا صدرت النهارده ديت. هو دوري سعد عبد النعيم. هو دوري سعد عبد النعيم في الثواني الاخيره هوب جون انا كسبت ابقى متصدر الدوري.
هي النقطة هنا، هي الفرحة معايا بتبقى كده. هو حب للنادي في ده، هو ده حبنا لنادي الزمالك، عشان باللي بنشوفه ده في كمية المشاكل اللي عندك، وقادر ان انت تكسب، وقادر ان انت تتخطى مباريات بالنسبة لك انت صعبة. النهارده على فكرة زد عملت مباراة جامدة قوي. انا ما اتوقعش ان ممكن زد تعمل المباراة دي قدام حد تاني غيرنا طبعا. يعني احنا الوحيدين او الفرقة الوحيدة اللي في الدوري اي حد عايز يلعب عليها كورة يلا بينا قشطة يلا. لكن اي حد، اي فرقة تانية تيجي تلعبها انت كزمالك كفني بقى، لو جينا نتكلم فعلا كفني، انت النهارده ما قدمتش حاجة، ما قدمش حاجه قويه يعني. اه في كور هجمات خطر عليك وكذا كرة في العارضة، وفي لعيبة النهارده كانت فايقة. محمد السيد بقى له كام ماتش كويس، جون اتلغى مش عارف اتلغى ليه، مش عارف، قال لك اوف سايد. اللي انا اعرفه هو جايب لك الحتة دي، الجزء ده كده، الجزء ده هو اللي متسلل، ده اللي انا شفته. اللي انا اعرفه بقى في قانون الكورة ان الكورة، ان الايد ما بتجيبش جون، فما بتتحسبش التسلل. ما اعرفش، ممكن يكون غير القانون، ممكن يكون فعلا تسلل، مش عارف برضه. مش شاغلني حتى لو الكرة دي ما اتحسبتش، كانت صحيحة وما اتحسبتش، مش مهم بالنسبة لي. كل الاخطاء التحكيمية مش مهمة بالنسبة لي، لان انا هيجي عليا وقت هتجامل فيه برضه. بس الناس اللي بتطلع هتتكلم بقى على على الماتش اللي انا هتجامل فيه، تفتكر بقى الماتشات دي كلها، تفتكر الماتش دوت والماتش اللي فات والماتش اللي قبله وغيره 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 على مدار الموسم. بس انا كده كده ما بيشغلنيش الكلام اللي بيقولوه ده. انا واحد من الناس لما ببقى ماسك تليفوني واشوف حد ينزل بوست على كوره فيها شك، او كوره المفروض تتحسب علينا ما اتحسبتش والكلام ده، يقول لك انت بتكسب بالتحكيم، انا بضحك. عامه يعني انا لو بكسب بالتحكيم ما كنتش هبقى 13 دوري. ده عقليه مش موجوده ديت. انا ما بك... اساسا لما بخش نقاش مع حد في كوره والاقيه بدأ يخش معايا في السكه دي بقى، طب خلاص بسكت. مش هكمل معاك نقاش بقى، لان الكلام اللي انا هقوله انت مش هتفهمه. انت واخد جمله معينه خلاص، زي مثلا ايه، المق حراق ربنا يشفيه مؤمن زكريا واحنا اسياد العالم وبس، خلاص هم دول الكلمتين في الفتره بتاعتهم. كل فتره عليه هتطلع لك بحاجه كده. بس ما علينا، كل الكلام ده ما يشغلنيش. الزمالك النهارده قدم مباراه او لعب مباراه، او انت كنت بتتفرج على المباراه اللي هو انت، يا رب بس. انت بتتفرج على المباراه بتقول يا رب بس، انت كده كده بتقول يا رب في جميع الاحوال يعني. بس انت قاعد النهارده كل من هو بينتمي لنادي الزمالك بيقول يا رب اكسب، يا رب تكمل. اصل ان الزمالك يكسب 6 ماتشات ورا بعض ما حصلتش من سنتين تلاتة أربعة، ويبقى متصدر، وبيراميدز تكسب السيراميكا، والإسماعيلي يتعادل معاها، والأهلي بيتعادل وأنت متصدر وأقوى ده وأقوى هجوم، أنت في حاجة غلط. أنا مش مطمن. انا مش مطمن لكل، انا حاسس في حاجه هتحصل، فاهم؟ انا حاسس ان انا انام اصحى الاقيهم شالوا النادي كله بقى. مش اللعيبه بتمشي، في حاجه انت في حاجه جايه، في حاجه انت مش عارف، في حاجه جايه كده للنادي انت مش عارفها. مستحيل تمشي معانا كده، مستحيل. مستحيل ما يبقاش هو ده الزمالك اللي انت تكسب ومش عارف ايه، ولاعيب يبقى راجع من اصابه. احمد ربيع ده انا من واحد من الناس، انا في البدايه انا شايفه كويس. اه مستواه الفتره الاخيره مش حلو، بس انا شايفه كويس يعني. ده لو رجع من اصابه كويس وخد بقى فتره اعداد كويسه ولعب وخد بشكل مستمر، هيفرق معاك بشكل جامد، او هيفرق معاك بشكل كبير جدا. في لعيبه كتير لو فاقت ورجعت لمستواها الطبيعي هتفرق معاك. انا اللي ظاهر اليومين دولت من ساعه التجديد الصراحه، عشان ما بقاش برضو خزق، او ما عشان ما بقاش ناكر برضو للي انا شايفه. محمد السيد من ساعه ما جدد والموضوع مختلف معاه، بيلعب هو حلو كويس. اه مش السوبر بس كويس. انت مدرك بقى واصله لك النقطه فين؟ ان انا كل فتره والتانيه بطلع اقول ان لاعب عندي كويس، ان لاعب مثلا بيرجع بدأ مثلا او مستواه كويس، انت بالنسبه لك ممكن تكون شايفه اللي هو لعيب عادي، لان انت عندك الرفاهيه، عندك مكان، المكان دوت واحد واثنين وثلاثه واربعه. مثلا في نص الملعب بتاع الاهلي شوف، هتلاقي ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، مش فاكر مين تاني في نص الملعب بتاع الاهلي. بص في عند بيراميدز هتلاقي فخري لقاء، فلا، مين في بيراميدز هتلاقي وليد الكارتي، هتلاقي بلاتي توريه، هتلاقي في لعيبه عندهم في نص الملعب قويه. فلو لاعب وقع من عندهم،
هي دي النقطه اللي بكلمك فيها. تبص على سيراميكا هتلاقي عمرو السوليه، وهتلاقي مش فاكر مش عارف برضو مين عندهم تاني في نص الملعب الصراحه. بس في ان عندهم نص ملعب كويس. انت عندك نص ملعب بتاعك على الورق على فكره، نص ملعب بتاع الزمالك مش وحش، مش وحش قوي. يعني انت عندك في نص الملعب محمد شحاته واحمد ربيع ومحمود جهاد ومحمد السيد، كل ده بيلعب نص ملعب، وعبد الله السعيد وادم كايد، كل دول بيلعبوا نص ملعب. فانت لو اللعيبه دي في حالتها مظبوط هتاخد منهم كوره كويسه. لان اللي انا بكلمك عليهم دول كلهم هم لعيبه الكوره اصلا. حتى محمد شحاته لعيب كوره كويس، لعيب كوره. يعني لعيب، يعني ايه لعيب كوره؟ يعني بعرف العب بكوره، يعني بعرف اعمل السهل. احمد ربيع رقم 6 برضه بيعرف يلعب كوره. في فرق كبير جدا. في فرق بين اللي انت لعيب كوره، وفي فرق بين اللي انت زي شيكو بنزا كده لعيب عشوائي. يعني قسما بالله عمل كوره انا قعدت 5 دقايق اضحك عليها، اللي هو الكوره اللي جه يشوطها، اللي الكوره كانت عاليه جه يشوطها راح لفف هو في الهواء والكوره راحت بعيد. فاللي انت تكسب النهارده او تكسب الماتش السادس ليك على التوالي، وعندك ماتش مهم جدا جدا الماتش الجاي مع بيراميدز، ده ماتش بقى نار ده بقى. فاهم؟ انت اساسا انت من دلوقتي انا متوقع، والله اعلم، انا متوقع الزمالك ممكن يكسب الماتش الجاي. متوقع بنسبه مثلا 60 70% ان الزمالك يكسب بيراميدز الماتش الجاي. مش منطقي نهائي اللي انا بقوله ده، مش كلام كوره اصلا يعني اللي بقوله لك ده مش كوره. مفيش كوره ومفيش منطق بيقول لك الكلمتين دول. بس انا عندي احساس ان انا لو لعبت البيراميدز الماتش الجاي هكسب. ليه هكسب؟ لان في حاجه انا اتكلمت فيها وكنت بتكلم فيها من البدايه، ان ما كانش فيه روح. مفيش حد بيعمل اللي عليه. دلوقتي في روح في الفرقه، اللعيبه بتلعب بروح، اللعيبه عايزه تكسب. فحتى لو اتاخرت او اتعادلت بتقدر اللي هي تلعب لاخر دقيقه، حتى لو مستواه وحش، حتى لو انت ما قدمتش حاجه، حتى لو الفرقه اللي قدامك ماسكه كوره، بس بتقدر اللي انت ايه، بتقدر انت تكسب. فالحمد لله على الصداره، والحمد لله على المكسب، والحمد لله اللي انا لسه فيا النفس لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي. والمشاكل اللي عندي بظل المشاكل والغيابات ووقف القيد وي وي والكلام الكتير اللي كلنا حافظينه دوت، انت اسمك موجود في الصوره وبقوه. تبقى حاجة كبيرة جدا 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 اللي انت اساسا تخلص الدور الاولاني وانت متصدر ديت. دي كبيرة قوي. دي حاجة على فكرة، والله والله كل اللي انا بكلمك فيه ده هو بيصدر ضغط عند الفرق التانية اللي انا اتكلمت لك عليهم دول. ان كل اللي انت كزمالك متصدر بكل مشاكلك دي، وهو عنده كل حاجة مشاكلهم منهم فيهم. يعني مشاكلهم الداخلية تتحل. يعني انا اللي هو عايز ايه؟ ربع مشاكل الاغنياء يا رب. فاهم؟ اللي هو انت عارف انت لما تبقى قاعد مع حد مع حد مثلا من صاحبك، هو ما شاء الله ربنا كرمه جامد قوي، يقول لك ما مش عارف عربيه عملت ايه، ده انا غيرت العربيه عملت ايه، ده انا متضايق ان انا سبت اللامبورجيني وركبت مرسيدس. فاهم؟ ان هو ربع مشاكل اغنياء يا رب دي. فانا عايز من المشاكل دي، مش عايز انا مشاكل ديت التانية دي. فالحمد لله على المكسب. الاداء زي ما انا اتكلمت، انا مش هحكم على الاداء ومش مستني اداء الموسم ده. انا اهم حاجه ان انا عندي ان انا اكسب واخد نقط باي اداء وباي شكل. حتى لو التحكيم هيساعدني مش مهم بالنسبه لي، اكسب بالتحكيم عادي. آه، ربنا يكرمنا وتكمل على خير. بس انا زي ما انا قلت في الفيديو اللي انا حاسس ان في حاجه مش، في حاجه جايه، ايه هي مش عارف. فاهم؟ بس في حاجه جايه وافكرك بيها. في بقى حاجة مشكلة هتحصل، لعيب هيمشي ويسيبني، لعيب هيرفع في قضية تانية هتيجي مثلا وقف القيد ال 13. فاهم؟ في حاجة هتحصل كده، فاهم؟ في حاجة هتحصل أنا مش فاهمها ومش عارفها. إن هي تمشي وتكمل معايا كده للآخر دي أنا مش مطمن الصراحة. السلام عليكم.